شفت لكم فيديو كده على تويتر عجبني قوي بس معرفت مش لاقيه اعمل له شير، فلفت نظري حاجه كده حابه اشاركها مع جمهوري العزيز. في بنت عامله فيديو على تويتر بتقول ان هي عامله ليسته بتعتبر الليسته دي من اهم انجازات حياتها ومن اكتر الحاجات اللي هي بتفخر بيها. فيها ايه الليسته دي؟ فيها اسامي كل ال CHRO وال CEO وال CFO وكل الحاجات اللي من 3 و4 حروف اولها C واخرها O around the world، مع التركيز طبعا على المعلومات من الجنسيات اللي احنا بنعتبرها لذيذة يعني، او الجنسيات اللي هي attractive يعني، وطبعا مع الفوكس اكتر على الجنسيات اللي بتاعت بلدها اللي هي منها. وكاتبة في الليستة دي كل حاجة عن التوب VIP دول. شغال في شركة ايه، كان شغال في شركات ايه قبل كده، ولو ساب الشركة دي وراح شركة تانية فهي بتعمل ابديت للليست وبتكتب الكارير باث بتاعه وهو راح يشتغل فين. لو اتجوز واحد فيهم بتطلعه بره الليستة، لو طلق بترجعه تاني. كاتبة اللي طلق عنده كام ولد، وضعه مع مراته بعد الطلاق عليه ديون ولا لأ، قدرت تتوصل لافريج باي او افريج السالري بتاع بعض كثير منهم. ومع انتشار السوشيال ميديا قدرت انها كمان تابديت الليست بهواياتهم والبريفرنسز بتاعتهم وبيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. وتذكروا واسامي اكساتهم، جابت اسامي اكساتهم. البنت دي شغالة على الليستة دي من وهي عندها 23 سنة، وفي الفيديو بتقول ان هي عندها 28 سنة، يعني هي بقالها 5 سنين بتعمل ده. ليه؟ قالت لك لانه هي بتحضرها لنفسها وللبنات اللي زيها، بس طبعا الاساسي كان لنفسها، لان هي شايفة انها يوم ما هتيجي توصل لسن الارتباط الجاد مش ممكن ترتبط بحد اقل من المستوى ده. ومع الوقت فعلا البنت دي قدرت ان هي توصل لواحد فيهم وتواصلت معاه ودخلت له طبعا من ثغراته اللي هي كاتباها في كل حته، والموضوع نجح واتخطبوا او مش فاكره اتجوزوا. فراحت طبعا شالته من على الليسته وراحت منزله مع الليسته بقى، بقت خبره اوكي، منزله مع الليسته معلومات ازاي تقدري تدخلي للتوب نوتش اكزاكتيفز دول. يعني لو انت داخله لواحد من دول تتكلمي معاه في ايه، ما تتكلميش معاه في ايه، البيهيفيرز الجنرال اللي هي ايا كان اهتماماته او اختياراته مدمره حياته، سكته ايه، يعني كل واحد فيهم دخلته ايه. وفعلا في بنات كتيره جدا لقت اقبال على الليسته دي وابتدت تسلك نفس سلوك البنت املا في ان هم يتجوزوا نفس حد جامد كده زيها. اسمع بقى راجل بيقول لا انا مسيطر، انا بخونها وهي مش هتقفشني. اسمع بقى راجل بيقول انا مش عارف هي عرفت ازاي. اسمع راجل كده يسترجي يقول اصل البنات مخها فاضي. اسمع راجل بيقول اصل انتوا فاضيين ما بتعملوش حاجه. اسمع بودني راجل بيقول انا عايز اتجوز على مراتي وفي سرية تامة، او انا عايز اتجوز وواحدة تقبل التعدد وما نقولش للقديمة. اسمعك كده بودني اللي هياكلهم الدود وانت بتقول دي بعد ما تعرف الفيديو ده. لا يا حبيبي لا. اذا كنت مستني ان الست تخرج معاك او تدعبس في تليفونك او تسرق الباسورد بتاعتك او تسأل عليك امك وزمايلك عشان خاطر توقعك او تعرف عنك حاجات، فاحب اقولك ان انت سكة السلامة يا ابو شمياء، سكة السلامة يا ابو الشايمة. حبيبي انت موجود في حياتنا من قبل ما يكون ليك اصلا وجود فيها، واخبارك واخبار صاحبتك وعيالك ومراتك هتجيلنا عن طريق ناس ما تعرفناش ولا تعرفك ولا تعرف اكساتك. احذر، اسمع مني واشتري مني واحذر.